الشكل المقابل، مديني ألف ب ج د، ألف ب ج د شكل رباعي فيه ألف ج تقاطع مع ب د في النقطة م، ومديني م ه بتساوي م د، ومساحة المثلث ألف م ب، ألف م ب هو مديني مساحة المثلث ألف م ب دوت بتساوي مساحة المثلث ج م ه، ج م ه بتساوي مساحة المثلث ج م ه. المثلثين دول مساحتهم متساوية. برهن أن ألف د بيوازي ب ج. عايزين نثبت إن ألف د بيوازي ب ج. أول حاجة أنا عندي م منتصف د ه، هو قال لي م ه بتساوي م د، م ه بتساوي م د، معنى كده م منتصف قطعة د ه، وعندي كده طالما م منتصف يبقى كده اسمه ج م ده متوسط. هنستفاد ايه من المتوسط؟ هنستفاد ان مساحة المثلث واحد هيكون بيساوي مساحة المثلث اتنين، عشان المتوسط بيقسم المثلث الى مثلثين متساويين في المساحة. هنكتب الجزء دوت، هقول بما ان م منتصف ه د اذا م ج اسمه ايه؟ اسمه متوسط في المثلث د ه ج. ده كده في المثلث د ه ج. طيب هنستفاد ايه؟ هنقول له اذا مساحة المثلث د م ج هتساوي مساحة المثلث ه م ج. يبقى كده المثلث اللي احنا كتبنا فيه واحد بيساوي مساحة المثلث اللي فيه اتنين، وهنكتب دي رقم واحد. بعد كده هو مديني مساحة المثلث ألف م ب، ألف م ب بتساوي مساحة المثلث ج ج م ه اللي هو احنا كاتبين فيه رقم اتنين اللي هو ده. كده هقوله بما ان مساحة المثلث ألف م ب بتساوي مساحة المثلث ج م ه اللي هو نفس المثلث اللي فوق، ودي رقم اتنين. طالما ده نفس المثلث يبقى كده الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيمن، يبقى كده نقوله من واحد واتنين ينتج أن مساحة المثلث د م ج د م ج بتساوي مساحة المثلث ألف م ب، ألف م ب. كده احنا ثبتنا ان مساحة المثلث د م ج اللي هو رقم واحد بيساوي مساحة المثلث ألف م ب اللي هو رقم تلاتة. كده احنا ثبتنا ان واحد بتساوي تلاتة. طيب هو احنا برضو كده لسه موصلناش للمطلوب، وعايز يثبت ان ألف د بيوازي ب ج. طيب احنا دلوقتي ثبتنا ان واحد بيساوي تلاتة. طب لو ضفنا مساحة المثلث ألف م د للطرفين هيبقى المثلث ألف ب د بيساوي مساحة المثلث ألف ج د، وهما في جهة واحدة ومشتركين في القاعدة ألف د. يبقى كده إذا ألف د بيوازي ب ج. تاني احنا كده هنا قلنا مساحة المثلث د م ج د م ج اللي احنا كاتبين فيه رقم واحد بتساوي مساحة المثلث ألف م ب اللي هو رقم تلاتة. تمام. بعد كده هقوله بإضافة مساحة المثلث ألف م د للطرفين اللي هينتج أن مساحة المثلث ألف ب د بتساوي مساحة المثلث ألف ج د، وهما يشتركان في القاعدة ألف د وفي جهة واحدة. يبقى كده إذا ألف د بيوازي ب ج.